اهلا وسهلا بحضراتكم. سؤال شائك جدا وبنتسأله كتير: هو الموبايل او القعده قدام التلفزيون هم اللي جابوا لابني التوحد؟ مبدئيا كده خلونا نحط كل حاجه في حجمها الطبيعي وما نحملش حاجه اكتر من حقها. عشان كده لازم نتفق ان التوحد في الاساس اضطراب نمائي ليه اساس عصبي، يعني ما بيحصلش نتيجه اي مؤثرات بيئيه او اجتماعيه. ولكن المؤثرات البيئيه دي اللي هي زي الموبايل او التلفزيون دورها بينحصر في إنها بتسرع ظهور الأعراض عند الأطفال اللي عندهم أسباب حقيقية بتؤدي لظهور التوحد. يعني هي ممكن تزود ميلهم للعزلة أو عدم رغبتهم في التواصل مع الآخرين، لكنها مش السبب الرئيسي لحدوث التوحد. لكن مش معنى كده إننا نمنع استخدام التكنولوجيا تماما مع أولادنا حتى اللي عندهم توحد، بس يكون بشكل مقنن نقدر نفيدهم بيه وما نضرهمش. وهنا نقدر نقول إن ولادنا ممكن يستخدموا الموبايل بغرض الترفيه أو التعليم بحد أقصى ساعتين في اليوم، ونقدر نقسمهم على 4 فترات، كل فترة ما تزيدش عن نص ساعة، ودي أقصى مدة بنسمح بيها. وبينهم طبعا فترات راحة أو فترات مذاكرة، تمام، حسب المستهدف من استخدام الأجهزة الإلكترونية دي سواء كانت موبايل أو تابلت أو لابتوب. وطبعا تنظيم الفترات دي بيكون وفق جدول المذاكرة اللي اتناقشنا فيه قبل كده أو جدول الجلسات اللي هم بياخدوها واحنا ماشيين عليها معاهم. وبكده نقدر نوظف استخدام الأجهزة الإلكترونية بالشكل الأمثل، ما نبقاش حرمناهم منها، وخاصة إنها ممكن تكون معزز قوي ليهم يساعدنا في خلق دافعية أفضل ليهم للتعلم، وما نكونش سبناهم فريسة للأجهزة الإلكترونية دي وتكون هي سبب عزلة ليهم تحرمهم من التواصل والتفاعل الاجتماعي مع المحيطين بيهم. ختاما، ربنا يوفقنا جميعا وتلاقوا نتيجة مجهودكم نجاح وتوفيق مع أولادكم، وأشوفكم دايما على خير. تقبلوا خالص تحياتي، دكتور محمد الحناوي.